السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة شوكولاتة سهلة وبسيطة ومقاديرها بسيطة جدا. تنفع كده نقدمها للولاد وهم بيذاكروا او نقدمها كده بالليل، بتبقى حاجة كده لذيذة وسهلة، هتقومي تعمليها في ثواني. معايا كوباية من السكر، كوباية من الحليب، كوباية من الدقيق، ومعايا بيضتين، ومعايا معلقتين من الكاكاو، وكوباية زيت، وفانيليا، وبيكنج باودر. مقاديرها بسيطة جدا. هجيب شفشق الخلاط، هحط فيه كوباية السكر، هنحط كوباية اللبن الأول، وبعدين هحط الزيت والسكر والكاكاو معلقتين كبار، وهضربهم كويس جدا في الخلاط. وبعدين لما ضربتهم في الخلاط زي ما انتم شايفين كده تقيل، قوام تقيل زي ما انتم شايفين كده، زي الكريمة كده. هاخد منهم جزء، يعني حوالي كده مج كبير، تقريبا نص الكمية، وهخلي الباقي في الخلاط. هخلي ده كده دلوقتي على جنب، وهحط البيض على الباقي في الخلاط، وهحط معاهم الفانيليا، وهضربهم كويس. لما ضربتهم كويس البيض مع الكاكاو اللي بقي في الخلاط، نحطهم بقى في بولة كبيرة، وهنخل عليهم كوباية الدقيق اللي انا كنت معيراها في الاول، معلقة كده كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنقلبها كويس بالمضرب كده. ما تقلقوش، هو قوامها كده بيبقى تقيل شوية. اللي انا حطيته دي حاجة بسيطة جدا من الملح. قوامها كده زي ما انتم شايفين تقيل شوية عن الكيكة، بس هي هتطلع هشة جدا وجميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. ننزلها بقى في صينية او قالب عندنا اي حاجة، وندخلها الفرن. دلوقتي معايا كوباية من الكريم شانتيه بنفس المج اللي عايرتي بيه كل حاجة، ومعايا كوباية برضو من المية المتلجة. هحط المية، مش هحطها كلها لحد ما اشوف هو هيحتاج مني قد ايه، لان في كريمة بتحتاج مية كتير وفي كريمة بتحتاج قليل يعني. تقريبا خدت المج كله الكريمة والمية كلها برضو. هاخد كده من اللي انا ركنته على جنب، من الكريمة اللي انا ركنتها على جنب اللي هي كريمة الشوكولاتة، خدت منها معلقة كبيرة وحطيتها على الكريم شانتيه عشان يبقى كده لونه كده كافيه كده وواخد طعم الشوكولاتة. دلوقتي طلعتها من الفرن، هشة جدا جدا وطرية جدا، وهتعجبكم بإذن الله، وسهلة جدا وما بتاخدش في الفرن، يعني ما بتاخدش حوالي 16 دقيقة. خرمتها كده بخلة، ولكن لو عايزين تسقوها لبن في المرحلة دي اسقوها، ولكن انا مش هسقيها لان هي طرية جدا، مش محتاجة ان احنا نسقيها. هنحط بقى على وشها الكريمة ونوزعها كويس، طبقة كده كويسة، تقريبا سمك سنتي كده ولا حاجة، عشان يبقى طعمها كده قوي وجميل. امسح بقى الزيادات اللي على الجوانب دي، وياخد بقى الصوص الشوكولاتة اللي اتبقى معايا، هخليه بقى هحطه على الوش. نوزعها بقى كويس كده، وهندخلها التلاجة تبرد شوية، وبعد كده نطلعها. عايزة تزوقيها بأي حاجة تمام، مش عاوزة هو كده كفاية قوي وطعمها زي الفل كده. قطعتها كده يا جماعة، خفيفة جدا وطعمها حكاية. جربوها هتعجبكم جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص. وبألف هنا وشفا. ودي كانت طريقتنا النهاردة لكيكة الشوكولاتة. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.